يا مساء الفل والجمال. اهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. البرنامج اللي بنلخص فيه اهم واقوى الافكار في 5 دقايق وبس. والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل واحد فينا: ازاي تدخر حتى لو مرتبك قليل. الحقيقة اني كنت زمان بستنى المرتب يجي على احر من الجمر، واول ما ينزل يطير. كنت بفتح المحفظة بعد كام يوم الاقي الفلوس اختفت ومش فاهمة راحت فين، لحد ما اكتشفت ان المشكلة مش في المرتب نفسه. المشكلة كانت في اني مش بعرف ادير فلوسي. ومن هنا بدأت رحلتي مع الادخار حتى لو المرتب مش كبير. وأول قاعدة اتعلمتها إن عشان الفلوس تدخل وتتبارك لازم جزء منها يخرج صدقة أو إطعام أو أي خير بسيط. وصدقوني ده مش بيقلل الفلوس خالص، بالعكس بيزود البركة وبيفتح أبواب رزق جديدة. ودلوقتي أنا عايزة أحكي لكم عن تجربتي مع إدارة المرتب. في الأول كنت ماشية من غير خطة، فكل حاجة كانت بتيجي بتتبعتر. جربت كذا نظام لحد ما وصلت لحاجة اسمها قاعدة 60-20-20، ومعناها باختصار شديد 60% مصاريف أساسية، و20% ادخار، و20% رفاهية أو استثمار بسيط. والحقيقة ان دي اللي حسيت انها مناسبة لظروفي وحياتي اكتر. يعني مثلا لو مرتبك 3000 يبقى 1800 للمصاريف الاساسية، 600 ادخار، و600 رفاهية. بس حابة اقولك حاجة مهمة: مفيش نظام واحد صح للجميع. في ناس بتمشي على 50-30-20، وفي ناس بتعمل 70-20-10. كل واحد بيشوف ايه الانسب لظروفه والتزاماته. اهم حاجة ان الادخار يفضل ثابت حتى لو 10% او اقل. طول ما في جزء بيتشال بانتظام اول ما المرتب ينزل، انت كده ماشي في الطريق الصح. بعد كده قسمت 20% بتاعت الادخار ل3 انواع: ادخار ثابت، وده مبلغ بسيط جدا بيتشال تلقائي أول ما المرتب ينزل، وادخار قصير الأجل لحاجات قريبة زي جهاز أو سفر أو أي هدف صغير، وادخار طويل الأجل للطوارئ أو لهدف كبير في المستقبل. كده أنا حسيت إن عندي أمان قصير المدى وطويل المدى في نفس الوقت. في النهاية الادخار مش بس إنك تحوش فلوس، الادخار أمان وبركة وحرية. وأهم خطوة إنك تبدأ حتى لو بمبلغ صغير جدا. ومع كل ما تدخر خليك فاكر تطلع جزء للصدقة أو للخير، لأن هو ده اللي بيزود البركة وبيفتح لك أبواب رزق أكبر. ونصيحتي ليك في الحلقة دي: ابدأ النهاردة حتى لو ب10 جنيه بس. المهم تبدأ وتستمر، ومع الوقت هتتفاجئ ازاي حياتك المالية اتغيرت. شاركوني في الكومنتات، انتوا بتستخدموا اي نظام لإدارة المرتب ولا لسه بتفكروا تبدأوا؟ وفي النهاية لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب، واستناني في الفيديو الجاي مع مواضيع وأفكار جديدة مفيدة في 5 دقايق وبس. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة في 5 النهاردة. أشوفكم الحلقة الجاية.